حاجه بنحبها كبنات ان احنا نبقى ماشيين في البيت ريحتنا تحفه وفايحه كده. يا سلام لو كانت الحاجه دي بترطب وبتفتح البشره. والاحلى انها يبقى فيه منها سنس كتيره فتدلعي نفسك. والبرودكت اللي بالمواصفات دي هي البادي باترز الجديده من بيت الزيت. داخلين بقى على الشتاء وعلى موسم الباترز للجسم. يعني مثلا دي بالمانجا، ودي بالبلاك بيري، ودي بقى زبده الليمون اللي انا مش قادره اقول لكم تحفه قد ايه. والاحلى زبدة الورد، كلها فيتامينز وانتي اوكسيدنتس بترطب الجسم وكمان بتفتحه وبتديكي ريحة خطيرة. دي زبدة الورد عايزة اقول لكم خطيرة. زيت الورد بيفتح الجسم جدا especially sensitive areas. بلاك بيري عايزة اقول لكم ريحة البلاك بيري فيها خطيرة. زبدة غنية جدا وبجد مش هتحتاجي غير حتة صغننة كده وتوزعيها على المنطقة اللي انت عايزاها. بتدي ترطيب يعني طويل الامد وبتعطر الجسم، بتخليه ريحته جنان. والكل عشاق المانجا، دي زبده المانجا يا جماعه ريحتها خطيره. مش قادره اقول لكم الزبدات غنيه قد ايه وروايحهم تحفه قد ايه. العشاق الليمون والفوايد الليمون وريحه الليمون، زبده الليمون دي مش قادره اقول لكم تجنن قد ايه. كلهم تحفه، كلهم حلوين. استخدميهم بعد الشاور وادهني جسمك منها او اي منطقه انت عايزاها، وشوفي الترطيب وشوفي اللمعه اللي في الجلد والريحه الثابته اللي بجد تجنن. يعني ترطيب ملوش حل وريحه اروع. لازم تجربيهم، هتنبهري بيهم، تحفه.